فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه فينسنت بيروح محل وبياخد ازازة خمرة بسهولة من غير ما صاحب المحل ياخد باله، وبنكتشف ان ابن فينسنت واقف بره وبيبقى اسمه ايان، وده عنده قدرات سحرية من ضمنها انه يقدر يخلق مشهد مزيف يعني وهم كأنه بيحصل بجد بس هو مش حقيقي، لكن كل الناس اللي حواليه بتصدق المشهد ده كأنه حقيقي بالظبط. عشان كده واحدة من قدراته دي بتشتغل على صاحب المحل، علشان كده ابوه سرق الازازة بسهولة من غير ما حد ياخد باله. وكمان بنعرف ان هما سرقوا حاجات كتير قبل كده ومحدش قدر يمسكه. فينسنت خرج من المحل بعد ما سرق، وكان في بنات معدين وواحدة منهم قالت حاجة في ودن ايان خلت تركيزه يتشتت وكل القدرة السحرية بتاعته اتكسرت. فصاحب المحل لاحظ ان ازازة الخمرة اختفت وفهم على طول ان الراجل سرقهم، فخرج يجري وراه ومعاه شاكوش. بس قبل ما يضرب فينسنت، ايان استخدم قدراته تاني وورى الست مشهد كأنه ماسك مسدس وهيحاول يضربها بالنار. الست بجد افتكرت ان فعلا في حد هيضربها فوقعت على الارض، ووقتها الاب والابن استغلوا الموقف ده وهربوا. لكن كان في شرطي موجود وشاف اللي حصل وبدأ يطاردهم. بعد كده فينسنت قعد يزعل ابنه وقال له ليه استخدمت قدراتك قدام الناس. ايان رد عليه ساعتها وقال له ليه بنسرق سرقات بسيطة زي دي، ما نسرق بنك وخلاص ونبقى اغنياء مرة واحدة. لكن فينسنت رفض وقال له ما ينفعش تضحك على موظفين البنك، اول ما يشوفوا قدراتك هيمسكوك، وكمان لو الناس التانية اتدخلت هيمسكوك ويعملوا عليك تجارب. بس ايان ما كانش فاهم مين اللي ابوه بيقصده. في نفس الوقت ده الشرطي كان لسه بيطاردهم، فايان اضطر يستخدم قدراته تاني وورى الشرطي مشهد وهمي ان العربيه بتاعته اتغطت بالتلج وعملت حادثه. المشهد ده بقى كانت شايفاه واحده اسمها ادريان، وهي كانت بتشكر زمايلها انهم قدروا يحددوا مكان ايان، وده معناه ان هي كانت بتدور عليه بقالها فتره. وعلى طول ادريان اتصلت بحد وقالت له انهم لقوه. في الوقت ده فينسنت وايان رجعوا للمكان اللي بيستخبوا فيه، اللي هو سفينه قديمه متكسره. ساعتها فينسنت ورى ايان صوره امه وقال له ان امك ماتت وانا اللي ربيتك. بس ايان ما كانش مبسوط بالحياه دي خالص، لانه كان حاسس ان ابوه بيحبسه وما بيسمحلوش يخرج، وكان دايما يقول له انت مش طبيعي، انت مختلف، والخروج خطر عليه. بنروح للشرطي اللي كان بيطاردهم، اللي دخل بار وقعد يحكي لصاحبه عن الحادثه دي، وكان في واحد قاعد جنبه سمع الكلام وطلع مش انسان عادي، لكنه متحور او متغير جينيا، عنده قدرات خاصه يعني، ومن خلالها قدر ياخد المعلومات من عقل الشرطي. ولما عمل كده الشرطي وقع من غير وعي، وبنعرف ان الناس دي اسمهم المتحولين. بنرجع تاني لادريان اللي راحت للمكان اللي فيه فينسنت وايان ومعاها زمايلها علشان يقبضوا على ايان اللي بيدوروا عليه بقالهم سنين، والناس دي بنعرف انهم كانوا بيشتغلوا في وكالة سرية. فينسنت نفسه كان شغال معاهم زمان، علشان كده كان يعرف ادريان كويس، لكن حصل حاجة في الماضي خلت الدنيا كلها تتغير. الناس دي بقى قبضوا على ادريان وبدأوا يسألوها عن مكان ايان، لكنها ما قالتش حاجة، عشان نتفاجئ ان ادريان عالمة والوكالة اللي شغالة فيها كانت بتجرب على ناس زي ايان، وكانوا هم نفسهم اللي عملوا الناس دي، وادوهم كمان القدرات دي عن طريق تركيبة معينة دخلوها في اجسامهم. التركيبة دي حولت الناس العاديين لمقاتلين خارقين، وفعلا ساعدوا في كسب حروب. لكن بعد كده الحكومة خافت ان الناس دول يقلبوا عليهم، فبدأوا يقتلوهم واحد ورا التاني. ادريان قالت ان ما فاضلش غير متحول واحد في العالم وهيمسكوه قريب، لكنها ما كانتش بتتكلم عن ايان رغم انه عنده قدرات برضه، لكنه اتولد من متحول، وده كان المفروض مستحيل يبقى ايان معجزة، وده اللي فينسنت كان مخبيه عليه طول السنين. بعد كده الناس دي بتعرف ان ايان راح صالة العاب، وهناك المتحول التاني اللي في البار رايح برضه يدور عليه. لما الناس بتوع ادريان حاولوا يقبضوا على ايان، الراجل ده حاول يشتتهم وحصل ضرب نار وفوضى والناس كلها جريت. ايان شاف المتحول وفهم انه زيه، بس قبل ما يوصل له الناس بتوع ادريان حطوا خوذة على دماغه علشان يمنعوه من استخدام قدراته، ورغم كده كان بيقاتلهم من غير حتى ما يبص عليهم، لكنه في الاخر اتاخر لان ادريان كانت بالفعل خدت ايان. ادريان بعد كده بتحط خوذة على راس ايان وبتاخد منه عينة دم، وبعد ما وصلت للمركز قالت ان في ناس بيستخدموا قدراتهم ضد الوكالة وعملوا جيش خاص بيهم بقيادة شخص معين. ايان على طول سألها وانا مالي بالكلام ده، قالت له احنا جبناك هنا عشان لو المتحول التاني كان وصل لك كان هيموتك، لانه اقوى منك وعايزك تكون في صفه، ولو رفضت هيقتلك. وطلبت منه يتعاون معاهم، وقالت له انها محتاجه التركيبه اللي في دمه علشان تقدر تشغل او تعطل قدراته، وقالت له كمان ان ابوه معاهم ولو عايز تشوفه لازم توريني قدراتك. طلبت منه يعمل وهم الانسان، ايان رفض وقال انه مش قادر، انا جربت قبل كده وفشلت. ادريان قالت له طب اعمل لي وهم الشط وبحر، حاول، لكنه ما قدرش. ساعتها قالت له انت المشكله انك مش متصل بمشاعرك، افتكر طفولتك وحس، ووريته صوره امه. ايان اتعصب وفعلا قدر يخلق المشهد، وصنع كمان دبانه زي ما ادريان طلب. بعد كده قالت له خد الدبانه دي ووديها للعالم الحقيقي، بس انا اللي اقدر اشوفها. قال لها لو عايزاني اعمل كده خليني اشوف ابويا الاول، عشان ادريان توديه لفينسنت وكان فاقد الوعي، وقالت له ابوك كذب عليك طول عمرك. ايان ما صدقش، فقالت له لو عايز تتاكد شوف اللي في دماغه، ودي كانت واحده من قدرات ايان انه يقرا العقول زي ما المتحول قرا عقل الشرطي.
وفعلا دخل في دماغ ابوه، شاف ان في المعمل اللي كانوا بيشتغلوا فيه زمان امه كانت هناك وكانت واحده من المتحولين دول. لكن لما اختفت ادريان خطفت ايان، وده معناه ان فينسنت مش ابوه الحقيقي. وبنعرف ان فينسنت انقذ ايان من المعمل، ومن ساعتها وهو بيربيه كانه ابنه بالظبط، علشان كده كان بيقول له انا اللي ربيتك، وكان دايما بيحاول يخبيه عن الناس اللي بتدور عليه خصوصا ادريان. بعد ما ايان شاف الحقيقه دي اتصدم وبدا يعيد تفكيره في كل حاجه حصلت له. ادريان بقى طلبت من ايان انه يشتغل معاهم ويستغل قدراته دي علشان يساعدهم ضد المتحولين التانيين اللي بقوا خطر على الحكومه. لكن هنا ايان بيرفض وقال لهم انتوا بتستخدمونا زي ادوات، وبعدين لما تخلصوا مننا بتقتلونا. بس ادريان قالت له احنا بس بنحاول نحافظ على النظام، لكنه ما اقتنعش وقال لها انا هستخدم قدراتي بس علشان احرر نفسي واحرر الناس اللي شبهي. في الوقت ده المتحول اللي كان في البار عرف مكانهم وهجم على المركز، وبدأ يقتل في الجنود واحد ورا التاني باستخدام قدراته. كان بيقدر يتحكم في حركة الناس ويخليهم يتجمدوا في مكانهم او حتى يخليهم يضربوا بعض. ومسك ايان وقال له انت المفروض تبقى معانا، انت واحد مننا، احنا عايزين نغير العالم، مش نفضل تحت رحمة البشر العاديين. لكن ايان قال له التغيير الحقيقي مش بيجي بالقوة، احنا لازم نلاقي طريقة نعيش بيها من غير خوف ومن غير ما نأذي بعض. اللحظة دي كانت فارقة، لان ايان بدأ يكتشف قدرات جديدة جوه نفسه، وفعلا قدر يتغلب على المتحول مش بالقوة لكن بخداع ذهني، وخلاه يفتكر ذكريات أليمة خلته ينهار من جواه. وبعدها ايان اختفى من قدامهم فجأة كأنه اتبخر، لان قدراته وصلت لمستوى جديد. هنا الفيلم بتاعنا بيخلص واحنا مش عارفين ايان راح فين، لكن ادريان كانت واقفة في المعمل وبصت على شاشة فيها مؤشرات طبية وقالت هو كده بقى اقوى واحد فيهم، وده معناه ان المستقبل كله هيكون تحت ايديه. لو عجبك الفيلم يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة بتاعتنا.